بعد ساعات مضنية من محاولة تفكيك شفرة أبواب سجن سيدنايا في سوريا دون جدوى، سارع عدد آخر من رجال الأعمال والثوار السوريين لرصد مكافأة بالغت إحداها 100,000 دولار لمن يملك شفرة الأبواب أو يساعد على فتح كامل زنازين السجن. الدفاع المدني السوري أعلن عن تخصيص مكافأة مالية بمبلغ 3,000 دولار أمريكي لكل من يدلي بمعلومات مباشرة تؤدي إلى تحديد أماكن السجون السرية في سوريا يوجد فيها معتقلون. بعد سقوط النظام بشار الأسد، قضى السوريون وفصائل المعارضة ساعات طويلة في محاولة فك شفرات الأقفال ومعرفة خريطة البوابات السرية المؤدية إلى سراديب تضم الآلاف من المعتقلين داخل سجن سيدنايا العسكرية في ريف دمشق المعروف بالمسلخ البشري لفظاعات المرتكبة في داخله، والذي تمكن الثوار من فتح بعض بواباته وتحرير المعتقلين من داخله. أظهر مقطع فيديو مصور لكاميرات المراقبة في سجن سيدنايا وجود أعداد كبيرة من المعتقلين الذين يتجولون في زنازينهم وكأنهم لا يعرفون ماذا حدث. هيك في مساجين لساتهم جوا، ما حدا بيعرف. شوف المساجين، شوف ليك هيدا عم يتمشى. يا حرام، في عالم لسه مو درياني شو صاير. شايف؟ شايف هالكاميرات برا عند السيارات عند الشباب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، ليك العباد هون لساتها موجودة. يا الله، ليك هون الكاميرات، هون الكاميرات. قولوا خالد هون في حدا. خليه يا زلمه، وينك يا ابو خالد؟ ابو خالد يلا في حدا. هذا جوا شوف. هذول يا شباب. اضرب